أقيمت منذ ساعات الجولة 23 من دوري المحترفين به. طبعا السبت كان عندنا يوم الخميس قصدي مباراة واحدة، السكة الحديد ووادي دجلة وانتهت 1-1. الجمعة كان عندنا 9 مباريات كلهم أقيموا في توقيت واحد. كهرباء الإسماعيلية 1-1 مع راية في الكهرباء، تعادل مفاجئ على أرض الكهرباء من راية، ونقطة مهمة جدا لراية والمقاولين 1-1. الترسانة والمنصورة ريمونتادا أحمد عبد المقصود حولت الهزيمة من 1-0 ل 2-1. أبو قير وطنطا هزيمة مفاجئة وهي المفاجأة الوحيدة هذا الأسبوع 23، 0-1 طنطا في اسكندرية في أبو قير. بطولة أسيوط بلدية المحلة في أسيوط 0-0. سبورتنج 1 منتخب السويس 1 في الإسكندرية. لافيينا وهزيمة مفاجئة من بروكسي 3-1 بعد 15 تعادل لمحمد حامد، وبروكسي يكسر التعادلات بفوز على ملعب الأسيوطي ملعب لافيينا 3-1. الداخلية وهزيمة مفاجئة من حيث الرقم 4-1 وفوز طال انتظاره لديروت. وأخيرا القناة على ملعبه يتعادل 0-0 مع أسوان. النتائج خدمت القادمون بسرعة الصاروخ للمربع الذهبي، وأعتقد الترسانة أكثر المستفيدين هو والسكة الحديد مودرن من نتائج هذا الأسبوع.